جماعات تقرأ الكتاب تتبادل بالنقاشات، آخرون يتصفحون عناوين الكتب. هكذا بدا المحتشدون على حدائق أبو نؤاس في قراءة جماعية هي الأولى من نوعها في العراق. انطلقت بمبادرة تطوعية لمجموعة من الشباب ليقولوا أنا عراقي أنا أقرأ، شارك فيها الشباب والكبار والصغار. هي فكرة مثقفون وإعلام عراقيون طمحوا لنشر هذه المعرفة في العراق. نحن تمويلنا لم نتلقى تمويل بالحقيقة من أي جهة سياسية أو أي حزب أو أي كتلة سياسية أو أي مؤسسة رسمية. في الحقيقة كانت الفكرة هي يعني أن نفتح باب التبرعات في الكتب. على جانب الفعالية الكرنفالية للاحتفاء بالكتاب واستعادته في الحياة العراقية مجددا، عرض تشكيليون رسوما حرة للوحاتهم، معرض فوتوغرافي يوقف المشهد على مناظر بغدادية، وشعر يقرأ ويسمع بشكل حر. فمن يزخرف هذا الصبح بالغيم والانكسارات في قلبي ستتركه أبا يطير أسرابا من اليتم. طبع الحاضرون أمنياتهم على الجدار الحر لأنا عراقي أنا أقرأ، أمنيات تتطلع إلى جعل هذه المبادرة سنوية. آخرون تمنوا أن تعمم التجربة على مناطق العراق الأخرى. احنا بدنا نستمتع بهذه الأجواء ودا يعني دا تعبر عن هاي القضية اللي احنا غافلين عنها، هي قضية الكتاب، لأن مجتمعنا ما يعني الأغلبية ما يهتمون لهذا الموضوع. تجربة رائعة جدا، خصوصا أنه العراق محتاج إلى حركة ثقافية قوية لينهض من جديد. جميل أنه بهاي التجربة هناك فنون ورسم وعزف موسيقي، بس الحلو أنه أكو شباب وبنات عراقيين وعوائل عراقية بدون أي توجيهات من أي أحد. وعلى مناضد الكتب توزع نحو 3000 كتاب تم التبرع به للمبادرة التطوعية هذه، كتب أخرى على المنصات والعشب ومظلات للقارئين، وسط حضور أمني لتوفير الحماية. ليختتم الحفل أخيرا بعرض إجرامي. وقد قدم الشاعر مظفر النواب دعمه للمبادرة، ونقل الشاعر أدونيس عبر قصيدة شعر احتفاءه بمبادري أنا أقرأ من صانعي الجمال والسلام بالكتاب وعبره. قراءة عفوية للكتاب أراد عبرها الشباب أن يقولوا بغداد تقرأ في هذه الحشود الكبيرة التي حضرت اليوم على حدائق متنزه شارع أبو نؤاس. صابرين كاظم، الحرة، بغداد.